على الفلاح.
كلنا بشر وليش ولا يوجد إليه يقبل الباب أجر الله في مثل الناس لا يسلكون وجه كل الناس كافيه يا ليتني أشهد الباب الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإلا يتقي النار هما محلان ما للأرض غيرهما انظر إليك أين الدار الأسرار ما لله سوى الفردوس العليم وإن أتوا أسودا والحق مصدار ولله أتيت القبور فما بيتها فأين المعظم في سوى المحتمر تشتكيها يكفي ذات الشرطة فإن المعظم في سوى المحتمر وأين المجد بالسلطان وأين المجد إلى الخبر
الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب إنه لا إله إلا هو العزيز الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأطهار أما بعد أيها المؤمنون أطيعوا الله تبارك وتعالى فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المؤمنون فاذكروا من جهته الشرك الفاضل قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من رحمة الله أيها المؤمنون سبحانه وتعالى أن فتح باب الأمل والرجاء أمام المسلمين ليكون مسيئهم ويتوب إلى ربه شاهدهم ويد الله عز وجل مبسوطة بالعفو والمغفرة لا تنقلب في ليل ولا نهار انشد عباد الله انشدوا من أثقلته المعاصي يرجو الأودة بعد ذنوب الغيبة أن أسرف على نفسه يرجو رحمة ربه وسارا إلى مولاه يطلب حسن القرار كما جاء في الحديث الشريف أن
فقدها حتى أدركه العمل، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال العلماء أيها المؤمنون التوبة واجبة من كل مسلم، فإن كانت المعصية بين العبد وبين مولاه لا تتعلق بأيديهم فلها ثلاثة شروط. الأول أن يقلع المذنب عن المعصية، الثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إلى المعصية أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. فإن كانت المعصية تتعلق بأجنبي فشروطها أربعة. هذه الثلاثة التي ذكرناها وأن يقع من حق صاحبها. كما أن من شروط صحة التوبة أن يكون والإنسان في صحة وعافية، له أمل في الحياة ورغبة في البقاء. أما التوبة حين يعاين في الموت واليأس من الحياة فمردودة على صاحبها أو أنها غير مقبولة، كما قال أهل العلم مستدلين بقول الله جل جلاله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر، أي ما لم تطلب روح الكفر. أيها المؤمنون إن باب التوبة مفتوح، وإن رحمة الله واسعة، فما عليك أيها المؤمن إلا أن يعود إلى انحراف الطاعة ويكفي بالدلالة على ذلك قول الله عز وجل إلا من آمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون يقول الله عز وجل يقول إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكم علق المولى تبارك وتعالى على التوبة من رحمات وخيرات وبركات. فعودوا إلى رشدكم وتوبوا إلى بارئكم واعلموا أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه وأنزل إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت
المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهدي ضالنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير إنها يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يعتبر رحمة الله بعض المرات يوم الشتاء السجود الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين